السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبنا فيديو جديد ووصفة جديدة. جبنا وصفة ما شاء الله بنينة للعرضات، للمناسبات، حتى للدار، وفي رمضان كذلك نعملوها. فلفل محشي بالافيون داشي على الطريقة ناس الشرق. راح نصلوا على الرسول ونبدأ في التحضير. واش راح نجيبوا؟ شويه اللحم تاعنا، راح نتبلوا اللحم تاعنا انا اختياريه. اول حاجه نبدا بها نحط ملعقه صغيره تاع سمن، ملعقه صغيره ثوم بودره، حطيت شويه بصل مفروم، شويه ملح، ما نكثروش الملح باسكو راح نزيد نعملوا له صوص من بعد. قليل من الملح باش ما يجيناش ماصط فقط، راس الحانوت، بابريكا، معدنوس، عظمه. ما نستعملش في اللحم المرحي، ما في الفلفل المحشي عفوا ما نستعملش الروز. انا تاع الروز يجيني خشين ويجيني شايح وملكت، احنا نقولوا ملكت. شوف هذه الملعقه الاولى تاع لا شابلور، وزيد حطيت ملعقه ثانيه وعظمه، ومن بعد دوك نزيد نلحق قليل من المعدنوس. انا حطيت حساب لا شابلور، حساب واش عندي اللحم، وما لازمش نشيحوه اللحم بلا شابلور، وما راحش يخرج لينا خلاص، وما راحش درك تشوفوا الطريقه هذه. صورت كلش الطريقه هذه، راح الفلفل تاعك يجي خفيف وراح يطيب لك اللحم، راح يطيب فاسيلمون في المقله. دوكا نشوف هنا لحقت فقط شويه تاع معدنوس، ونحاول نضغط على هذيك القليل من تاع السمن هذيك، راح تعطي واحد البنه مليحه. شوفوا هنا، شوفوا ما شيحتوش، خليته طري خلاص. جبنا الفلفل تاعنا، جبت الفلافل الصغيره، غسلتهم بطبيعه الحال ونحيت ليهم الراس هذاك وما طيشتوش الراس هذاك، قطعتهم مطروفهم. بعد دوك نحطهم في لاصوص وراح نحشو الفلفل نتاعنا. شوف تستعملي فرشات، تستعملي مغرف، ولا تستعملي حتى ملعقه، حتى يدك عفوا. نحطو قليلا دابور ونحطو ونضغطو حتى يهبط شويه لتحت في القاع تاع الفلفل، ونهزو بشويه ونحطو. شوفوا الا كان جبتو فلفل كيما هذا هاك تعمروه فاسيلمون، لكن جبتو الفلفل الكبير ما تخافوش، اقسموه حتى الفلفل هذاك الكبير واحشو، وشيه ما تخرجوش منه، خلوه كيما نقولوا شويه تاع مسامه، الفتحه تاع الفلفل هذيك خلوا لها شويه فقط، وكي تقلوه راح ما يخرجش لكم خلاص وما يفسدش لكم خلاص. فوالا هنا سرانا فقط الفيديو، وبقى لي شويه تاع اللحم، درتهم دو بولات وخليناهم. راح نحطوا المقلات باش نقلو البحث تاعنا، نحطوا زيت يسخن. قبل ما يسخن الزيت نجيبو كوردون ولا موس رقيق ولا حاجه، وراح نثقب هذوك الفلفل نتاعنا باش ما يبقاش، باش ما كي نقلوه ما يضلش يصوت لينا الزيت والواحد. فوالا واستوس باش يطيب لك اللحم، انا محسوب نطيب اللحم في المقلات. نسخن الزيت مليح، ومن بعد نحط الفلفل نتاعنا ونقص عليه، نعطيه وقته، نقص عليه ونقلب. فوالا ونقلب بشويه بشويه حتى مش راح تقلي غير الفلفل فقط، راح تقلي الفلفل وراح تقلي كذلك اللحم. اعطيه وقته، نقص عليه وخليه وهاو يتقلى في عقله، وغطيه وما تخافيش، وما راحش يتنطر عليك الزيت ولا حاجه. عملنا ديجا هذيك قبناه بالكوردون، ما تخافيش. وكذلك الانسان يعمل احتياطه. فوالا انا قليتهم، نقص عليهم خلاص ونحيتهم، خلوه يبرد ومن بعد نحولو لابو، خلوه في جهه. هذا انتهينا منه. فوالا هنا فقط بك صورت هذوك اللي دو بولات، حتى هما قليتهم. نروحوا للاصوص تاعنا. انا لاصوص تاعنا درتها باللحم، هي تجي بلا لحم وتجي بالدجاج، ولا بلا لحم تقدروا تعملوا حتى لاصوص
حمراء وحدها كيما الشكشوكه. كيما تشوفوا جبت شويه سمن وزيت، قليت اللحم تاعي صح في السمن والزيت، من بعد حطيت راس بصل. هنا جبت هذوك الاطراف هذوك تاع الفلافل اللي نحيتهم ما طيشتهمش، وزدت جبت حطيت قليت بيهم حبه طماطم كبيره مرابيه و... ونقلي كل حاجه نعطاها وقتها. يا اخي تعرفوا تحبوا الحاجه تجيكم بنينه، خذوا وقتكم، قلوا بالعقل. حطينا قلنا الثوم والبصل، حطينا الطماطم تقلى، وراح نجيبوا البهارات، بابريكا، شويه تاع ملح، شويه تاع فلفل اسود، وشويه تاع رفاح. كيما تشوفوا فوالا هنا تقلب بيان كلش مع بعضه. جبت كما سخون اطرا تاع ماء وغطيت به اللحم تاعي. انتوما انا درت باللاكوكوت ودرت باللحم، معليش كثرت الماء ودرت لاصوص ياسر. هنا اللحم تاعنا طاب الحمد لله. نجيبو الفلفل تاعي نحيت له لابو، هنا نحيت له لابو، لاصوص تاعي طابت كلش طايب، حتى الفلفل تاعي محسوب، اللحم اللي في وسط الفلفل محسوب طايب. نهزو الفلفل نتاعنا ونحطوه في اللاصوص يتجمر. فوالا انا عطيته واحد 5 دقائق تغلى مليح وطفيت عليه، والماكله تاعنا وجدت وحضرت. شوفوا ديجا طايب حتى من الداخل، طايب اللحم بلا ما حطيته في خاطر خذا وقته مليح في المقله. ما قليتش غير الفلفل، قليت حتى اللحم من الداخل، واللحم درته خفيف. شوفوا هنا يعني والله العظيم جاء ما شاء الله بنين وخفيف وهش. فوالا هكا تقدروا تعملوه كيما نقولوا في عرضه، في قعده في رمضان، وتحطوه دون بلا كبير وتقسموه دي تخونش وتزينوا به بشويه قارص، شويه معدنوس، تقدروا تزينوا حتى شويه بطاطا، تلحقوا شويه بطاطا للاصوص. ماشي حتى ما تعملوا باللحم، اعملوا لاصوص غوج، شكشوكه هذيك لاصوص غوج، وزينوا بالبطاطا مقليه ولا بطاطا مفوره ولا وهذا الطبق نتاعنا واجد ما شاء الله. اتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتقولوا لي في التعليقات، ونتمنى منكم مشتركين ومشتركات بارك الله فيكم. ما تنسونيش من لي جيم ولي كومنتير، دعموا لي القناه وكبروها لي، وشاهيناكم في الجنه. ما تنسوش الاشتراك والدعم، ومع وصفات اخرى باذن الله.